في هذا الفيديو غادي نرجع بالذاكرة لنجوم مغاربة رحلوا علينا، ولكن أعمالهم وأسمائهم باقيين عايشين في قلوب الملايين. هذا الفيديو ماشي على فنانين ماتوا، هذا الفيديو على قصص ناس عاشوا الشهرة والنجاح والتصفيق في لحظة سكت كلشي. صلاح الدين الغماري تولد في مكناس سنة 1970، وكان واحد من أبرز الوجوه الإعلامية بالمغرب. كان مشهور بتقديم نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية في القناة الثانية دوزام. وفي وقت كورونا دار برنامج أسئلة كورونا اللي جمع عليه ملايين المغاربة. خطفته الموت بسكتة قلبية مفاجئة في ديسمبر 2020، وهو غيطلق برنامج جديد ديالو صوتكم. عبد العظيم الشناوي ممثل ومؤلف ومخرج وإعلامي مغربي من مواليد الدار البيضاء عام 1939. بدأ المسيرة الفنية في الخمسينات، وهو واحد من أول الأسماء اللي خاضت تجربة الإعلام في المغرب. من أعماله المسرحية الكبيرة فرقة الإخوة العربية اللي جمعت عباقرة الفن المغربي. غادرنا في يوليوز 2020 بعد معاناة طويلة مع مرض قصور الكلوي رحمه الله. عزيز سعد الله ممثل وكاتب سيناريو مغربي من مواليد الدار البيضاء عام 1950. كون مع زوجته الفنانة خديجة أسد ثنائيا فنيا مبدعا أحبه المغاربة. من أنجح أعماله السلسلة الكوميدية لاله فاطمة، والفيلم المغربي سعي البريد. وفاه الأجل في أكتوبر 2020 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة رحمه الله. عبد الجبار لوزير ولد في مراكش عام 1928، وهو من رواد الفن المسرح المغربي والفن المراكشي. تألق منذ نهاية الأربعينيات في عشرات الأعمال المسرحية الكوميدية اللي ضحك بها المغاربة لعقود طويلة. توفي في مراكش في سبتمبر 2020 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون رحمه الله. حمادي التونسي ولد في مدينة فاس عام 1934، وهو ممثل وكاتب أغاني مغربي، واحد من رواد ومؤلفي الأغنية المغربية المعاصرة. كتب كلمات أغاني كبار مبدعين بحال عبد الوهاب الدكالي وعبد الهادي بالخياط. رحل في الساعة الأولى من صباح 11 أكتوبر 2020 بالرباط بعد معاناة مع المرض رحمه الله. توريا جبران اسمها الحقيقي السعدية قريطيف، ولدت في الدار البيضاء 16 أكتوبر 1952، وهي ممثلة مسرحية وسينمائية مغربية كبيرة. شغلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة المغربية عام 2007، وهي أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب السياسي. توفات مساء الاثنين 24 غش 2020 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، والملك محمد السادس تكلف بجميع مصاريف علاجها رحمه الله. البشير تسكيرج الفنان الطنجاوي اللي استعان النجم ديالو في السينما المغربية، خصوصا فيلم البحث عن زوج مرأتي الذي يعتبر أول فيلم مغربي صالح للجمهور، وهو فيلم سينمائي في بداية التسعينات. قدم كذلك في فيلم باب السماء مفتوح وغراميات الحاج المختار الصولدي، وترك بصمة كوميدية فريدة من نوعها. توفي 28 يناير 2021 عن عمر 81 سنة. الحاجة الحمدوية ملكة العيطة المغربية الأصيلة، بدأت مسيرتها الفنية في وقت كان المجتمع مازال كيتحفظ على المرأة في الفن وموقفات، حتى أصبحت أيقونة الأغنية الشعبية بألحانها الراسخة مثل دبيجي. عاش العصر الذهبي ديال الأغنية المغربية، وبعد سنوات من النسيان عادت الدولة تعتني بها وتكرمها في آخر حياتها. في 5 أبريل 2021 غادرتنا إلى رحمة الله عن عمر 91 سنة. حمادي عمور الفنان الفاسي الأصيل، واحد من أبرز رواد المسرح والتلفزيون في المغرب. بدأ مشواره من 1948 في مسرح الهواة، وأسس فرقة المنار بالدار البيضاء عام 1951. اشتهر بالكنتية الفاسية التي كان يضفي بها طابع كوميدي فريد، وشارك في أزيد من 580 عملا فنيا بين مسلسلات وأفلام وإذاعة، وقدم برنامج عالم الفنون لأكثر من عقد. 15 مايو 2021 فارق الحياة عن عمر 90 سنة. زهر المعمري الممثلة الآتية من مكناس، صنعت اسمها بأداء درامي راقي في المسرح والسينما والإذاعة، وفازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس على فيلمها امرأة في دوامة الحياة. عاشت آخر سنوات حياتها في معاناة مع مرض الزهايمر
لغيبها عن الساحة الفنية وأوقعها في أوضاع مادية صعبة حتى أن كثيرين ما عادوا يتذكرونها. توفي 26 يناير 2021 عن عمر 78 سنة بعد صراع مع المرض امتد لأكثر من 8 سنوات. فاطمة الركراكي بدات المشوار ديالها الفني في منتصف الخمسينات وخلات وراها مسيرة حافلة في السينما والمسرح والتلفزيون. من أبرز الأعمال ديالها فيلم الشمس ومسلسل يما، ولقبوها بأم المغاربة. وفقدت البصر ديالها في آخر السنين من حياتها اللي خلاها تبقى في دارها واحد المدة طويلة. توفات في 2 غشت 2021 على عمر 80 سنة بعد معاناة مع المرض، رحمها الله. عزيز الفضيلي، الفنان اللي دخل البيوت المغربية من خلال تقديم النشرة الجوية بطريقة مرحة، من بعد في التمثيل بشخصية بائس التيج في مسلسل صور عائلية اللي تعلقات به أجيال وأجيال. عاش الراحل حياته وهو عارف كيفاش يخلي الناس يضحكوا، وظل محبوبا عند المغاربة عبر عقود كاملة. توفي 19 نوفمبر 2021 عن عمر 78 سنة في مستشفى بهولندا بعد إصابته بفيروس كورونا اللي زاد على مرض مزمن في القلب. رشيدة الحراق، فنانة من الرباط اللي بدأت مشوارها الفني 1968 مع فرقة الإذاعة الوطنية، وصنعت اسمها الفني في المسرح والتلفزيون الإذاعة المغربية بأدوار تركت أثرا عميقا في قلوب المغاربة. تزوجت من الكاتب والممثل محمد أحمد البصري، وشكلت ثنائيا فنيا متميزا، وكانت من ضمن الوجوه البارزة في فرقة المعمورة، واشتهرت خصوصا بدور في مسلسلها الإذاعي الأزلية. توفيت 15 أبريل 2022 عن عمر 74 سنة. عبد اللطيف هلال، فنان من الدار البيضاء، ترك التعليم ليتفرغ لعشقه المسرح. بدأ مشواره عام 1963 وعمل مع كبار المخرجين مثل الطيب الصديقي في فرقة مسرح الناس. شارك في أعمال عربية كبيرة مثل الرسالة للمخرج مصطفى العقاد وصقر قريش وربيع قرطبة، وترك بصمة واضحة في تاريخ الدراما المغربية والعربية. توفي 27 يناير 2022 عن عمر 82 سنة. عبد الرحيم الصمادي، ممثل مغربي، بدأ المشوار ديالو الفني في 2002 وبصم على الشاشة المغربية بأدوار متنوعة في أعمال مثل ولد الدرب وساعة في الجحيم والوجه الآخر والدار الضمانة. عرف بأدائه المتقن وشخصيته الواقعة اللي كانت كتعكس حياة المجتمع المغربي بكل صدق وتلقائية. توفي 7 ماي 2023 بعد معاناة مع مرض عذر أدخله إلى إحدى مصحات الدار البيضاء. نور الدين بكر، كوميدي الدار البيضاء الأصيل اللي دخل عالم الفن وعمره لا يتجاوز 10 سنوات، وكان رفيق الضحكة ديال المغاربة الستينات إلى التسعينات مع فرقة مسرح الحي. تميز بخفة دله وروحه الفكاهية الفريدة في مسرحيات مثل شرح ملح وحب تبن، وفي مسلسل سرب الحمام اللي لازال الناس يتذكرون. توفي 2 شتنبر 2022 عن عمر 70 سنة بعد صراع طويل ومرير مع مرض سرطان الخنجر. هشام إشعاب، ممثل مغربي موهوب، عرف بأدوار متنوعة في مسلسلات مغربية وعربية بحال حديدان وجع التراب ملوك الطوائف. كان صديقا محبوبا في الوسط الفني، نعاه زملاؤه بكلمات مؤثرة. رحل فجأة 16 فبراير 2023 بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بفاس بعد وعكة صحية مفاجئة. إيمان صنعاني أو بشرى بهيج، مطربة الفن الشعبي الأصيل من مراكش. صوت كان كمن الحفلات والمواسم لأغانيها الشعبية المتميزة، وتميزت بكونها فنانة ملتزمة بعيدة عن الأضواء والكاميرات. تعرضت في حياتها لتسمم حاد أول مرة بعد عن الساحة الفنية لسنوات، وبعد عودتها انتكست صحتها مرة أخرى جراء تسمم ثاني أدخلها العناية المركزية لأسابيع. خديجة أسد، فنانة مغربية كبيرة من الدار البيضاء، عاشت مسيرة فنية حافلة واشتهرت بجانب زوجها عزيز سعد الله في سلسلة تلفزيونية الشهيرة لالا فاطمة. توفيت يوم الأربعاء 25 يناير 2023 عن عمر يناهز 70 سنة بعد صراع طويل مع مرض السرطان بالدار البيضاء. عبد الرحيم التونسي، فنان كوميدي مغربي من جيل المقاومة، ولد عام 1939 بالدار البيضاء، واشتهر بلقب عبد الرؤوف وبمظهره الطفولي ولباسه الفضفاض
الذي كان يضحك به الملايين. توفي صباح الاثنين 2 يناير 2023 عن عمر 86 سنة في منزله بالدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع مرض القلب والتنفس. حميد نجاح ممثل ومخرج مغربي متعدد المواهب، مواليد 27 مارس 1949 بالدار البيضاء. اشتهر بأعمال سينمائية بارزة كحلاق درب الفقراء والزفت، وكان أيضا شاعرا ورساما. تعرض لكسر في الفخذ في أبريل 2023، تدهور معه حالته الصحية وتوفي مساء الأربعاء 28 فبراير 2024. مصطفى الزعري فنان مغربي من مواليد 5 نوفمبر 1945 بالدار البيضاء من جيل الرواد. اشتهر بأدواره الكوميدية في المسرح والسينما والتلفزيون، وشارك في فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد. توفي صباح الثلاثاء 3 دجنبر 2024 عن عمر 79 عام بعد معاناة مع مرض السرطان البروستات وجلسات العلاج الكيميائي. نعيمة مشرقي فنانة مغربية رائدة من مواليد 1943 بالدار البيضاء. كانت من أوائل النساء اللي ولجنا عالم التشخيص في وقت كان ذلك أمرا نادرا. اشتهرت بمسلسلات كأولاد الناس وسوق الدلالة. اختارتها اليونيسف سفيرة للنوايا الحسنة. توفيت يوم السبت 5 أكتوبر 2024 عن عمر 81 عام بعد مسيرة فنية امتدت لأزيد من 50 سنة. بوجمع وجود بازيزي فنان مغربي أصيل من مواليد 1940 بالدار البيضاء. اشتهر بلقب بازيزي وكان من أبرز وجوه المسرح والتلفزيون المغرب منذ الستينات. توفي مساء الأربعاء 30 يناير 2024 عن عمر ناهز 83 عام في إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض. محمد الخلفي ممثل مغربي من مواليد 2 مارس 1937 بالدار البيضاء من الجيل الأول للمسرح المغربي. أسس فرقة المسرح الشعبي وقدم أول مسلسل بوليسي في تاريخ التلفزيون المغربي وهو التضحية. كما اشتهر بدوره في سلسلة لالا فاطمة. توفي يوم السبت 21 دجنبر 2024 عن عمر 87 عام في منزله بنواحي الدار البيضاء بعد معاناة مع مرض السكري ومضاعفاته. مصطفى الدسوقي فنان كوميدي مغربي أصيل من مواليد 14 يوليو 1942 بالدار البيضاء. اشتهر بشراكته الفنية مع مصطفى الزعري في ثنائي كوميدي أضحك المغاربة لعقود من الزمن، وشارك في مسلسلات بارزة كالغالية وعائلة السي مربوح. غاب عن الساحة الفنية منذ 2017 بعد وفاة زوجته وابنه الأكبر، ورحل ليلة السبت 6 يوليو 2024 عن عمر 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض. كوثر بودراجة إعلامية وممثلة مغربية شابة. اشتهرت بتقديم برنامج جاري يا جاري على قناة ميديا وبرنامج ستار أكاديمي المغرب العربي، وشاركت في مسلسلات سلامات أبو البنات، وكانت من الوجوه الإعلامية المحبوبة في المغرب والعالم العربي. اختارت أن تواجه المرض بصمت بعيدا عن الأضواء، وتوفيت صباح الجمعة 27 يونيو 2025 عن عمر 37 سنة. نعيمة بوحمالة ممثلة مغربية قديرة من مواليد 1948. دخلت عالم التشخيص وهي في الثانية عشر من عمرها، وبصمت على مسيرة فنية امتدت لأزيد من 50 سنة في المسرح والسينما والتلفزيون. اشتهرت بمسلسلات كهاينة وحديد الدان وفيلم الملائكة التي تعلق فوق الدار البيضاء. توفيت صباح الأربعاء 28 ماي 2025 عن عمر 77 سنة. منى بركات ممثلة مسرحية وتلفزيونية مغربية من مواليد 1953 بدرب السلطان بالدار البيضاء. بدأت مسيرتها في نهاية السبعينات وشاركت في أعمال بارزة إلى جانب عمالقة الفن المغربي، وكانت من أوائل المنخرطات في النقابة الوطنية لرجال المسرح. رحلت يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 عن عمر ناهز 72 سنة في إحدى مستشفيات الدار البيضاء بعد صراع طويل مع المرض. محمد رزين ممثل مغربي من رواد المسرح من مواليد 1946. تخرج من المعهد الوطني للفنون المسرحية بالرباط، وشارك في أعمال سينمائية بارزة منذ السبعينيات كالقنفودي والسراب، فضلا عن أدواره في قرابة 20 عملا أجنبيا صور بالمغرب.
توفي صباح الخميس 23 أكتوبر 2025 عن عمر 79 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض. عبد القادر موطا فنان قدير بدا مسيرته في درب السلطان في الدار البيضاء، وعاش طفولة صعيبة قبل ما يوصل للمسرح والتلفزيون والسينما. من أبرز الأعمال ديالو فيلم وشمة اللي ربح جوائز دولية، وشخصية طاهر بالفريات مسلسل 55. فارق الحياة 21 أكتوبر 2025 عن عمر 85 سنة بعد صراع طويل مع المرض وفقدان البصر. محمد الشوبي ممثل من مراكش، تخرج من المعهد العالي للفن المسرحي بالرباط، وشارك في أكثر من 30 عملا سينمائيا وتلفزيونيا ومسرحي. تعرض للتنمر في آخر حياته وهو مريض، لكنه جاوب بكرامة وشهامة. توفي صباح 2 مايو 2025 عن عمر 63 سنة بسبب مرض الكبد، وهو ينتظر متبرع بجزء من الكبد. صفية الزياني لالا صفية أيقونة الكوميديا المغربية، بدأت مسيرتها في الستينيات وشاركت مع كبار رواد المسرح بحال طيب الصديقي، وأشهر أدوارها كان دور لالا روندا في مسلسل من دار لدار. توفيت يوم السبت 31 يناير 2026 بالمستشفى بالرباط عن عمر 91 سنة. إسماعيل أبو القناطر فنان مغربي من الدار البيضاء، غامر وسافر لأمريكا باش يكمل دراسته في فنون السينما، وشارك في مسلسلات أمريكية ومغربية كانوا يلقبونه بمارلون براندو ديال المغرب. توفي 20 فبراير 2026 في المنزل ديالو بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر 69 عام بعد وعكة صحية. شوقي السدوسي شاب موهوب من جيل جديد، جمع بين الكوميديا وصناعة المحتوى التعليمي باللغة الإنجليزية. برز في برنامج كوميديا وشارك في الفاميلا وأعمال أخرى، وكان قريب من مناقشة أطروحته الدكتوراه. رحل 4 أبريل 2026 من المنزل ديالو في القنيطرة حوالي 40 سنة بعد معاناة مع مرض لم يستجب للعلاج. عبد الهادي بالخياط عميد الأغنية المغربية، ولد 1940 بفاس. أغنيته قطار الحياة والقمر الأحمر رسخات في وجدان المغاربة عقود طويلة. اعتزل الفن وانضم لجماعة الدعوة والتبليغ، لكن صوته ما اعتزلش من ذاكرتنا. فارق الحياة 30 يناير 2026 بالمستشفى العسكري بالرباط عن عمر 86 سنة. كمال اللعبي المعروف بالشيف كيمو، طباخ مغربي من الدار البيضاء، أسس مطعمه الشهير شي كيمو بالرباط وجعله وجه للسياح من كل البلاد. كان سفير للمطبخ المغربي على النت، ينقل وصفات الجدات لجيل الشباب بأسلوب بسيط ومحبوب. غادرنا فجأة 5 فبراير 2026 داخل المنزل ديالو بحي الرياض بالرباط بعد نوبة قلبية مفاجئة عن حوالي 54 سنة. عبد الوهاب الدكالي عميد الأغنية المغربية، ولد 1941 بفاس. كرس أزيد من 50 عام في إثراء الموسيقى المغربية والعربية. مرسول الحب وكان يا ما كان من روائعه اللي ما زال تغنى في كل مكان. فارق الحياة 8 مايو 2026 بإحدى المصحات بالدار البيضاء عن عمر 85 سنة.